تعال اقولك تعمل ايه في بورسعيد في يوم صد رد. اول ما توصل على طول على العيوطي تفطر فول سخن وطعميه محشيه ملهاش حل، وهتلاقي جنبه محل تبلع منه عصير قصب ساقع كانك بتحط بنزين طاقه ليوم طويل. ومن هناك تطلع على مول البلد جديد، تلف وتدور وسط هدوم من كل بلاد العالم، يمكن تطلع بحاجه قيمه وبأقل تمن. بعد كده تمشي ناحيه اللسان وتقف شويه قدام قعده تمثال ديليسيبس. التمثال نفسه مش موجود دلوقتي لكن القعده فاضله، بتحكي عن زمن لما بورسعيد كانت بوابه العالم على قناه السويس. تلف من هناك شويه هتلاقي نفسك قدام البيت الايطالي، مبنى كده قديم على الطراز الاوروبي عمره اكتر من 100 سنه، كان زمان تابع لشركات قناه السويس وكان ساكنه مهندسين ايطاليين ولسه محافظ على شياكته. بعد كده تاخد بعضك وتتجه للمعديه، تركب ببلاش وتحس انك فعلا عديت من قاره لقاره، من افريقيا لاسيا وفي لحظه، ودي حاجه مش هتلاقيها غير في بورسعيد. اول ما توصل بور فؤاد هتلاحظ فرق في الجو العام، وشوارع اوسع وضوء مميز وبيوت قديمه بتحكي تاريخ من ايام حفر قناه السويس. المدينه دي كانت زمان مخصصة للمهندسين الأجانب وقت حفر القناة، ولسه لحد دلوقتي محافظة على الطابع الأوروبي الهادي بتاعها. هتلاقي قدامك مسجد المجمع الإسلامي، حاجة كده تحفة معمارية بتخطف القلب قبل العين. وما ينفعش تفوت السمنية والتماية السخنة من عند عم العربي، هتلاقي قصاد المسجد من أكتر من 40 سنة، قصاد المسجد بالظبط، وده حكاية لوحدها. والأجمل إنك تتمشى شوية وتلف في الشوارع وتاخد نفس عميق من هوا البحر. وقبل ما ترجع لازم تختم اليوم بأكلة سمك ملوكي. هتطلع على سوق السمك تنقي الأسماك اللي بتحبها وهم عليهم التجهيز والتسوية. بورسعيد قصة بتحصل في يوم واحد وبتفضل فاكرها العمر كله، فمستنيك تجربها بنفسك.